السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، النهاردة هنعمل قرص النشادر، قرص جميلة جدا. هنجيب بولة، هنحط فيها 3/4 كوباية مية، نص كوباية سكر، هنقلب كويس عشان السكر يدوب. معلقتين لبن بودر عشان بيخلي العجينة جميلة كمحسن يعني. بنقلب حلو قوي المقادير مع بعضيها. بعد كده بنحط ربع كوباية زيت او سمنة، يا زيت يا سمنة. دي ربع كوباية سمنة. لو عايزينها مقرمشة يبقى ربع كوباية زيت بس بدل السمنة. رشة ملح خفيفة كده بتعادل الطعم. وهنا هنحط معلقة كبيرة ممسوحة من النشادر، وهنقلب كويس. هي دي مادة الرفع اللي في القرص، ما بنحطش لا بيض ولا بيكنج باودر ولا أي حاجة. نحط فانيليا عشان تدي طعم جميل، باكو فانيليا، وبنقلب برضو. بعد كده بنحط 3 كوبايات دقيق، حبة حبة، بنحط حبة وبنعجن زي ما حضراتكم شايفين كده. والدقيق يبقى منخول، لازم يبقى منخول عشان تبقى القرص هشة وحلوة. بنقلب، بتبقى عاملة زي الكيكة كده في الأول. بعد كده كل شوية بنحط زي ما حضراتكم شايفين، حبة حبة، منحطش كله مرة واحدة عشان الهواء يخش فيها، يدخل في العجينة ويخليها حلوة. طبعا هنا لقيت العجينة تقلت على المضرب، عينة المضرب، وهعجن بإيدي بقى. العجينة احتاجت كل 3 كوبايات الدقيق. بنعجن، مش بنلت في العجينة، لا، بنلمها كده كعجينة زي عجينة البسكويت، واحدة واحدة كده. بنلم يا دوبك العجينة، بندخل الدقيق في العجينة عشان مش عايزين يبقى لها عرق. هي بتبقى طعمها زي البسكويت. شوفوا حضراتكم كله لم اهو. شوفوا بقول لكم العجينه طريه اهي. فبنقطعها بقى بنقطعها كور صغيره قد الليمونه الكبيره كده، كله متساوي. وبنرصها كده، بنرصها جنب بعضها زي ما حضراتكم شايفين كده. بتبقى عجينه طريه وجميله جدا، بتلزق شويه. القرص دي بتبقى جميله بقى في الصبح كده مع كوبايه شاي بلبن، خاصه للاولاد. هنا بندهن صينيتين زيت زي ما حضراتكم شايفين. بناخد قرصة كورة من دي، نبططها بتبطيطة ونحطها في كمية كبيرة من السمسم. وبعد كده بنعملها بالنشابة، بنفردها بالنشابة خفيف، حوالي السمك بتاعها نص سنتي. طبعا كمية السمسم دي كبيرة علشان الولاد يبقوا صحتهم حلوة كده، بيبقى فيها كالسيوم كتير تقوي العظم والأسنان وكده، بيبقى طعمها جميل جدا. نفطر بقى الصبح، وحد ياخدها مع الشغل، الأطفال ياخدوها معاهم المدرسة، بتبقى مغذية جدا وأحلى من الحاجات بتاعت بره. بنفرد زي ما حضراتكم شايفين كده، واللي ما يعرفش يفرد بالنشابة دي ممكن يبطط بإيديه ويخليها رفيعة كده. اهو بنرصهم جنب بعض كده زي ما حضراتكم شايفين اهو. دي الكمية كلها بتاعت 3 كوبايات دقيق. بنسويهم طبعا في فرن متوسط الحرارة، الحرارة مش عالية. شوفوا نفخت زي ما حضراتكم شايفين كده من النشادر بس. وتاكلوها بالهنا والشفا كده ان شاء الله. هتعجبكم جدا، طعمها زي البسكويت، حلو قوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.